السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم اكلي خلال اليوم كله. طبعا اكل صحي، مش دايت، يعني مش حرمان، لا بناكل اكل صحي بالحاجات اللي احنا بنحبها وعاوزين ناكلها في نفس الوقت، بس يعني بنظبط طريقة اكلنا بس مش اكتر. وطبعا بنقلل كميات الحاجات اللي هي هتخننا، والحاجات اللي هي مضرة هنمنعها. ده النظام اللي بيخسس بطريقة صحية من غير حرمان، هيخلينا نقدر نستمر. مش يعني هنيجي مثلا بعد شوية كده نزهق ونبطل، لا يعني حتى لو احنا عاوزين ناخد يوم طبعا فري، ده طبعا طبيعي جدا لما نخس ناخد كل اسبوع. بس اول لو احنا لسه بادئين ممكن نقعد اسبوعين او 3 وبعد كده ناخد الفري بتاعنا. هبقى اتكلم معاكم ان شاء الله عن اليوم ده ممكن نقضيه ازاي. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تتابعوني. وباذن الله يعني هقول لكم على خطه كده ناويه اعملها، يعني مبدئيا يعني يا رب يقدرني واقدر ان انا اعملها. وقولي لي ايه رايكم في التعليقات عشان لو كده تمام ننفذها يعني. اول حاجه هنا الفطار، انا كنت سلقه بطاطسايه. طبعا البطاطس هتبقى بديله للعيش. انا سلقت بطاطس كده وجيت اهرسها بالشوكه، لقيتها مش يعني هتبقى مرهقه ليا، فهرستها بالهراسه بتاعه البطاطس. وطبعا عملت بيض مقلي. وهنا بقى قطعه جبنه قريش. انا بصراحه ما خلصتش الجبنه يعني، يعني دي قطعه كويسه، قطعه كبيره ممكن ناخد نصها، لان انا كنت عامله بيض 2، فكنت حاسه ان هو خلاص يعني. بطاطسايه متوسطه، البطاطس المتوسطه اصلا حوالي 80 سعر، مش كتير خالص، فبجد سعرات اقل كتير من العيش وافيد، ومش هتزود الانسولين في الدم كمان، هتشبعنا جدا. فنحاول نبدل العيش ببطاطس مسلوقة، وبإذن الله برضو نقدر نعمل أي طريقة خبز صحية. عملنا الخبز المرة اللي فاتت بالشوفان وعالي البروتين جدا. الفيديو هتلاقوه قبل الفيديو ده بإذن الله، يعني يكون عجبكم. وإن شاء الله هعمل معاكم وصفات تانية للخبز بحاجات تانية أصلا صحية برضو ومشبعة وكلها بروتين. هنا الفطار عندي طبعا انا مفيش عيش بقى خلاص، البطاطس بديل للعيش وعليها بيض، وحطيت رشة كده من توابل او بهارات بتاع البطاطس الجاهزة، مش كتير، طعمها حلو قوي، بتدي تغيير يعني. وطبعا حطيت معلقة زيت زيتون كده بما يعادل معلقة، ومقطعة طماطم وخيار. وعندي كمان هنا زي ما وريتكم خس وجرجير. بالنسبة للناس اللي بتقول الصوت مختلف عن الصورة، لا هو انا بجيب لكم الاكل وبتكلم عنه، بس ساعات بتكلم في مواضيع يعني تخص الدايت او كده، او بتكلم معاكم عموما، فممكن يعني بشرح مثلا شوية بعد ما تكون الوجبة عدت، بس انتوا اكيد فاهمين يعني قصدي. هنا بقى بعمل القهوة. هعمل القهوة دي اللي انا عملتها لكم الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هي القهوة اللي عليها كاكاو وعليها قرفة، حلوة قوي، بتسد الشهية، بتعلي الحرق، بتظبط السكر في الدم. بس هعملها بقى بالطريقة اللي هي التركي، اللي احنا هنرفعها على النار عادي زي ما نكون بنعمل قهوة عادي. حطيت معلقة واحدة قهوة، لان الكاكاو يعتبر يعني ما ينفعش ازود مثلا زي العادي، هعمل معلقتين قهوة وارجع احط عليها نص كاكاو ونص قرفة، لا هتبقى كتيرة جدا وتقيلة قوي، لان الكاكاو هيتقلها وبرده القرفة، فاحط معلقة واحدة بس. بصراحة جربتها، هي طعمها خطير واحلى كتير من التانية خفيفة شوية. دي بقى الناس اللي بتحب القهوة او عايزة حاجة يعني تكون تقيلة كده وحلوة، قوام القهوة تمام. حطيت معلقة بن، نص كاكاو، نص قرفة. انا محطتش سكر لحد ما اجيب ستيفيا بقى ان شاء الله. يعني في كذا حد قال في تعليقات ان الاخضر اللي هو بتاع سويتال كويس، وفي ناس قالوا لي طعمه وحش، فانا هجرب. بس عايزة يعني هسألكم برضو سؤال تاني، الناس اللي شايفة ان ستيفيا الاخضر مش كويس، هي جربت اي نوع؟ يعني مثلا البرطمانات ولا الاكياس؟ وبرضو الناس اللي يعني جربته قالت حلو، جربوا اي نوع؟ انا عايزه اعرف يعني في التعليقات اكتبولي اللي في الاكياس ولا في البرطمان، لان انا عايزه اجيب البرطمان عشان ينفعني في الوصفات وكده. عارفه ان كله بينفع، بس مش عارفه يعني. قولوا لي رايكم ايه، اللي جرب حاجه يكتبها لي بالظبط، جرب برطمان ولا اكياس. والقهوه اهي ما شاء الله عامله وش وقوامها حلو جدا، بصراحه كانت طعمها حلو. فعايزين تغيير في قهوتكم، جربوها هتفرق معاكم جدا. الكاكاو اصلا مفيد قوي لينا وصحتنا وبشرتنا، وفيه مضادات اكسده لاي ست بصراحه، المفروض تاخده لان هو حلو قوي ليها. فبجد جربوا القهوه بالطريقه دي حلوه جدا. ولو انتوا الطريقه التانية عملتوها وما لقيتوهاش حلوه بلاش، بس انا عن نفسي عجبني الطريقتين. بس الطريقه اللي احنا بنعملها زي الشاي الكشري دي ما كانتش قوي في الطعم زي دي،
دي بصراحة احلى كتير. ممكن برضو هقترح عليكم اقتراح، الناس اللي مش عايزة تجيب سكر دايت او هو غالي او مش حابة اصلا، ممكن اصلا تاخد المعلقة. لو انت بتشربي مشروب واحد في اليوم، فحطي معلقة السكر بتاعتك على المشروب ده، هيسد الشهية برضو معاكي وهيدي طعم حلو وخلاص. يعني لو احنا مثلا بناخد معلقة واحدة سكر في اليوم، ده يعني اقل حاجة اصلا، ده طبيعي وكويس جدا، من معلقة لاتنين. انا عن نفسي لو باخد سكر باخد معلقة واحدة، ما بشربش الا مرة واحدة بس قهوة. هو ده الحاجة اللي انا باخدها في اليوم، ده طبعا لما بكون ملتزمة يعني. لكن لو مبوظة بس ساعات بشرب شاي بسكر وقهوة طول اليوم. لكن معلقة واحدة في اليوم ممكن عادي نحطها على قهوتنا اللي هي القهوة دي، هيبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت برضو هتعمل معانا نتيجة. على الأقل هنستفيد بالفوائد بتاعة الكاكاو، والقهوة برضو هتسد الشهية عندنا، ما تقلقوش خالص. ممكن كمان نعتبرها سناك وناخد معاها من تمرة ل3 تمرات. انا هنا اخدت القهوه وما خدتش سناك بقى خلاص. يعني ساعات ما باخدش سناك في النص، لاني ساعات بصوم كده من 4 ل5 ساعات، ده بيزود الحرق كمان. هنا بقى بعمل بسله وجزر وهحط عليهم بطاطس. انا بحب احط يعني البسله وهي متفرزه، ما بسيبهاش تفك عشان تفضل كده محتفظه بلونها ده الاخضر، وتبقى كانها فريش. البطاطس بحطها اخر حاجه، يعني بعد ما الطماطم تبدا تهدى كده وتتسبك شويه او بتقل شويه. بحط فيها البسلة والجزر عشان يعني تستوي مع بعضها. وبعد شوية بقى لما احس ان هي استوت شوية بقوم حاطه البطاطس. ليه بقى؟ لان البطاطس بتستوي بسرعة فهتتهري لو انا حطيتها من الاول. وبعد كده بقى طبعا بحط شوربة الفراخ، هي كانت استوت فحطيت الشوربة وسبتها شوية على نار هادية يستووا مع بعض. الخضار حلو جدا في البيت. اكل البيت بصراحة لا يعلى عليه، يعني مع اني انا بحب اكل بره جدا، بس اكل البيت احسن كتير وانضف كتير. فممكن ناكل من بره حتى ولو مرة في الشهر كتغيير، مش مرة في الاسبوع، خلوها مرة في الشهر عشان نقدر نخس. وكمان عشان الاكل اللي بره مش مضمون الايام دي خالص، فممكن مرة في الشهر من نفسنا كده. بوريكم هنا بقى كمية الرز اللي انا بغرفها لنفسي، يعني دول حوالي 6 معالق رز. ووريتكم برضو معلقة اكل بس، يعني ببقى مليها شوية، مش اللي هو يعني اكيد مش هعملها ممسوحة، لا، معلقة مليانة. وهنا صدر فرخة. وعايزه اقول برضو ان انا ما بقدرش اكمل الصدر ده، بس لو احنا طبعا مظبطين اكلنا لازم ناكله عشان البروتين اهم حاجه. والخضار برضو كميه الخضار اهي. بالنسبه بقى للصلصه، عشان في ناس يقولوا الخضار مسبك ومش عارفه ايه، انا بطبخ كل الاكل ده بسمنه بلدي. يعني سمنه بلدي احسن كتير من اي حاجه، ولا زيت بقى ولا اي حاجه، بستخدم زيت الزيتون على البارد والسمنه البلدي في الطبيخ. بالنسبة للزبدة، طبعا الزبدة مفيدة، بس يعني يقال ان الزبدة لما بنسيحها، طبعا هي كده كده بنسيحها بنطلع المرتة، فبيقولوا ان السمنة البلدي اصح لان خرجت كمان المرتة منها. بس انا يعني الاتنين مفيش منهم مانع، الزبدة الجاموسي او البقري اهم حاجة تكون حيواني، والسمنة البلدي. فانا هنا طبخ الرز بسمنة بلدي، والطبيخ برضو ما بكترش، مش لازم يعني سمنة بلدي بقى نحط كميات كبيرة قوي، لا، برضو بالمعقول عشان الاكل بتاعنا يبقى صحي. وكمان حمرت كده صدر الفرخة ده برضو يعني بحتة سمنة صغيرة قوي. وهنا بقى العشاء بتاعي النهاردة، حطيت برضو قطع جبنة قريش وخس وطماطم، بجد عشاء حلو ومشبع. ممكن ناخد زبادي معاه جزر معاه خيار. يا رب اكل يكون عجبكم النهاردة، وان شاء الله اشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامة.